السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا النهارده واخداكم من بداية الرحلة ان شاء الله لاخرها، يعني من البر لغاية البحر. هنروح مع بعض رحلة لشرم الشيخ كده. رحلة كانت مفاجأة وسريعة. هنشوف مع بعض كل خطواتها وكل الطرق بتاعها والجبال والعظمة من اول الباص زي ما احنا شايفين اهو. ركبنا الباص بتاعنا وان شاء الله توكلنا على الله وهنروح لشرم الشيخ. وبصوا بدايتها كده خضرة جميلة ما شاء الله، الجو كان ممتع جدا جدا والصحبة كانت أحلى. فيلا بينا بقى نشوف جمال وطرق شرم الشيخ. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدينا هنا من بوابات السويس. بصوا كان لسه النهار يا دوبك بيشقشق، كانت حوالي الساعة 5 وشوية كده. كنا عند بوابات السويس وابتدينا الطريق وكان جميل زي ما انتم شايفين، مفيش أي عربيات في الشارع غيرنا احنا. رغم ان احنا كنا داخلين على العيد، يعني المفروض الطرق دي بتكون زحمة جدا، بس اللهم بارك. كان ربنا مبارك لنا في كل حاجة في الرحلة ديت، في الصحاب وفي الطريق والإقامة والبحر كان جميل. هنشوف كل دوت مع بعض في فيديوهات ورا بعض. ده كان اول ريست احنا دخلناه. كان صاحب الريست كان عامل ماكيت كده لنفق الشهيد، زي ما احنا شايفين اهو بتاع قناة السويس. جايب لك قناة السويس والمدخل والنفق. بصوا حاجة كانت عظمة. انا يعني كنت مبسوطة بيه قوي، عجبني يعني عرفني حاجات كده وانا ماشية على الطريق لما شفتها على الماكيت دوت. وكان معانا واحد كان بيشرح، بس للأسف انا الصوت كاتماه. ده كان اول ريست احنا عملناه. هنخلص بقى الريست دوت بعد ما نستمتع بيه. بصوا الجمال، بصوا قناة السويس، السفن داخلة وخارجة فيها، حاجة كده عظمة وجمال. وجمال الجبال، حاجة كانت جميلة. وركبنا الباص بتاعنا وابتدينا رحلة المتعة والجمال في بلد السلام، بلد شرم الشيخ. بصوا من أول الطريق والجبال كانت شداني ما شاء الله. أنا أول مرة أروح شرم الشيخ، بس فعلا الجبال كانت تحفة. حتى الجبل الصغير اللي احنا عدينا من جنبه دوت تحس ان هو لوحة فنية لوحده. تمام يا حبايبي، بصوا بقى الجمال. بص الجبل ده عن بعد، ان شاء الله في الطريق بقى هتلاقوا الجبال قريبة. سبحان الله. بصوا انا بقى، بصوا الالوان دي الوان طبيعية، الوان الجبل. الجبل كان شوية لونه بيتي شوية لونه اصفر، الوان طبيعية. اخضر. كانت مبهرة، يعني اكن فنان راسم التابلو دوت تابلو الجبل وعامله بالالوان اللي هي بتاعت الرسم. سبحان الله سبحان الخالق. فاحنا طول الطريق اهو، بصوا طول ما انا ماشيه اي منظر جبل حلو انا هصوره لكم. مش هسيب حته في شرم الشيخ مش هوريها لكم اكنكم كنتوا معايا بالظبط. تمام. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنكون مع بعض. هوريكم خليج نعمه وهوريكم السوق القديم وسو سكوير، كل الحاجات دي. بصوا احنا على الطريق عملنا ريست تاني. كانت الجمال دي لوحدها كده في الصحراء ماشيه. انا كان في صور كده اتصورناها مع الاطفال، كانت جميله برضو عجبتني جدا. مع الجمال زي ما بقول لكم. بصوا الجمال هاديه وجميله وقربنا منها، يعني مش مفترسه ولا حاجه ولا خضتنا، فكان منظرها جميل. ونرجع تاني بقى لجمال الصحراء والجبال. بصوا الطريق كان فاضي بمعنى الكلمة، يعني مفيش حد على الطريق. تلاقي بين كل كام عربية وعربية كده مسافة. بص الألوان، أنا عايزاكم تركزوا من الألوان، مالكوش دعوة بالكلام اللي أنا بقوله. بصوا ألوان الجبال دي ألوان طبيعية، يعني الألوان اللي انتوا شايفينها دي هي فعلا لون الجبل. لون الأخضر النبيتي الأصفر الأزرق. سبحان الله. يعني حاجة كانت جميلة جدا. أنا كان نفسي أنزل. بصوا أنا بقرب لكم بالزوم عشان توصل لكم جمال الألوان بتاعة الجبال. تمام. واحنا بقى مع بعض هوريكم البروجرام بتاع الرحله بتاعنا من اوله لاخره. بس مش هكون مطوله الفيديوهات قوي، يعني هحاول اخليها على الاقل 10 دقايق علشان تقدروا تتفرجوا عليها. ويا ريت بقى وانتوا بتتفرجوا عليها ولو عجبتكم تحطوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. اخيرا وصلنا لبوابات شرم الشيخ. بصوا الجمال باين من اولها. بصوا الاناقه والشياكه بتاعت البوابه جميله جدا جدا، والتصميم بتاعها فوق الجميل. من جوه مكتوب كلمة شرم الشيخ بالإكريليك. جميلة جميلة زي ما احنا شايفين اهو. والهدوء وجمال الجبال، انا مبهورة بالجبال. بصوا حتى عند دخلة البوابات الجبال، بصوا الوانها عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. انا مبهورة عشان انا اول مرة اروحها، يا بخت اللي بيروحها على طول. يعني انا ان شاء الله باذن الله كل سنة هتكون ليا رحلة لشرم الشيخ. انا كنت بروح الساحل على طول، لا انا هغير برضو وان شاء الله هيكون شرم الشيخ اساسي معايا في كل صيف.
هنبتدي بقى من اول البوابه لغايه ما نوصل لبوابه الفندق بتاعنا. بصوا بقى البحر هناك اهو، شايفين لونه؟ هو ده لونه الطبيعي. بص السما وبص اللون بتاع البحر، الاتنين لون واحد، يا ربي سبحانك الخالق. جميله وهاديه وممتعه فعلا، اللي عايز يستجم يروح شرم الشيخ. هي الجو حر شويه، هي شتوي اكتر من ان هي صيفي. يعني انا سمعت ان هي في الشتاء جوها هيكون افضل. بصوا الجمال والالوان، يعني اغلبيه اللون اللي سايد هناك. بصوا الميدان الساعه ده جميله، تحفه اثريه، شكلها جميل جدا جدا. وادي المحلات، طبعا احنا كنا بالنهار فالاغلبيه كانت قافله. الجو كان لسه، يعني احنا كنا كده وصلنا كانت الساعه 11 في الحدود ديت. بصوا اهو احنا ماشيين، هوريكم ايه نبذه كده بسيطه بالنهار عن المحلات والاماكن والمسجد الكبير ده. احنا هنروحه بالليل، هوريه لكم بقى جمال الاضواء بتاعته والاناره بتاعته والناس عنده قد ايه. بصوا الحلاوه اهو، بصوا المسجد ما شاء الله. كل ده هنشوفه بالتفاصيل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه بتاعتنا. انا مش عايزه اطول عليكم، انما هو ده، دي مدينه شرم الشيخ من جوه. هسيبكم على الطريق وتشوفوا الابداع في الميادين والاشكال الهندسيه اللي في كل منطقه في شرم الشيخ. بصوا النظافه والهدوء، حاجه عظمه. شابوه لاهل شرم الشيخ. اهو بصوا الجمال. وهيقابلنا برضو اللي هي مستشفى شرم الشيخ، جميله جدا، حتى التصميم بتاعها حلو قوي، عجبني. يعني انا حسيت ان هي فندق، فندق وتراثه حلو قوي. قريت عليها لقيت ان هي مستشفى شرم الشيخ. هي هتيجي ان شاء الله في الطريق، هوريها لكم. بص الجبل برضو، الجبال في كل حته من حواليكم وانتوا في شرم. يعني ده هتفضلوا طول ما انتوا ماشيين تقولوا سبحان الله. حاجه عظمه. بصوا انا قلت لكم ان اهي، بصوا دي بقى المستشفى. بصوا الجمال، انتوا تصدقوا ان دي مستشفى؟ حاجه كده عظمه وجمال ما بعده جمال. نضيفه جدا وشيك. وطبعا انا عرفت نضيفه منين، لان احنا حصل موقف في الرحله فروحناها. تمام، فاللهم لك الحمد. بصوا المباني لونها ايه، يعني طابع اللون الازرق غالب على كل حاجه في شرم، اللي هو لون السماء والبحر. بصوا الاشكال الهندسيه زي ما قلت لكم في كل مكان. وهناك جميع البراندات بتاعه المحلات موجوده. كل الشبكات، ال3 شبكات موجودين بتاعت الاتصالات كلها موجودة. اي حاجة انتوا حابينها موجودة معاكم في الرحلة. مش هتحتاجوا اي حاجة من انتوا تاخدوها معاكم من القاهرة. ده كده بقى الطريق واحنا داخلين على الفندق. الفندق في خليج نعمة، في خليج نعمة نفسه. يعني احنا كنا بنطلع من باب الفندق بنلاقي نفسنا في ممشى خليج نعمة. تمام، ادي الشركات اهي اللي انا بقول لكم عليها. بصوا يعني منتشره في كل حته. بصوا الاشكال اللي انا بقول لكم عليها جميله. وبالليل دي بقى مع الاضاءه، انا مصورها لكم برده بالليل، هتعجبكم جدا جدا. احنا كنا بالظبط يعدي النهار وتكسر الشمس اللي هي الشديده دي، وكنا بناخدها تمشيه في الشوارع بره. حلوه قوي. بصوا اشكال هندسيه. العربيه دي بقى انا حاسه ان هي مشهوره في شرم الشيخ. يعني كل ما نروح في حته نلاقيها في وشنا. فاكرينها بتاعت شورت وفانلة وكاب. ودي بقى الغرفه اللي انا وريتها لكم في فيديو تفصيلي كان على القناه. لو حابين تشوفوا هو الفيديو بالراحه شوفوا الفيديو اللي قبل ده على طول. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. وما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه من قناتي، قناه مطبخ هند عمار. وانتظروا بقى الفيديوهات القادمة، الجولة كاملة، جولة شرم الشيخ. يا رب إن شاء الله تعجبكم. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. دمتم في أمان الله، مع السلامة.